كنا تابعنا القضية ديال أشرف حكيمي والتطورات ديالها مع الزوجة ديالو. أجيو نغوصو في هاد القضية ولكن بنظارات ريد بيلية. السلام عليكم، معكم رضا. أول حاجة غنتكلموا عليها وهو القيمة السوقية لكلا الطرفين. الزوجة ديال أشرف حكيمي فهي كبر منه بسنوات، وأيضا هي في مرحلة ما بعد الحائض. وكيف تنعرفوا فإن في هذه المرحلة كتكون غريزة الأمومة هي المسيطرة لتحقيق ذاك الأمان المادي مرافق بالأطفال. ولكن أجي نهضروا من الناحية الأخرى على أشرف حكيمي، وغادي نهضروا على الرجل ذو القيمة العالية. ولكن الرجل ذو القيمة العالية كينقسم إلى قسمين: الرجل ذو القيمة العالية البيتا، والرجل ذو القيمة العالية الألفا. فكيف تنعرفوا فالبيك ديال الراجل في قمة ديال الهرمية ديال السوق الجنسية كتكون في الثلاثينات، لأنه في الثلاثينات كيحقق يعني ذاك المنصب وكيحقق واحد المكانة في المجتمع. ولكن في لوكا ديال أشرف حكيمي فهو حقق هذه المكانة في واحد السن اللي هو باقي صغير، وهذا كيعبر على الغير معهود، لأن في السن صغير كتكون باقي الموارد ديالك على قد الحال، يعني باقي كتخدم على راسك. ولكن النجوم بحال نجوم كرة القدم أو كرة السلة أو بعض المغنيين فهاد لوكا ما كتمشيش عليهم. أما الإنسان العادي فكتاخد ليه الوقت إلا خدم على راسو في العشرينات فهو كيجني ثمار ديال النجاح ديالو في الثلاثينات. لهذا أشرف حكيمي فهو واحد ليكسيبسيون. ولكن أيضا أشرف حكيمي كيمثل لينا واحد الفيرسيون ديال أنه رجل ذو قيمة عالية ولكن بيتا. باش كنقول بيتا يعني ما عارفش القيمة ديالو، لحقاش هو إلا جينا عبرنا على السوق الجنسية فهو رجل ذو قيمة عالية في ريعان الشباب ديالو، مما كيتخول ليه على أنه يكون عنده خيارات كثيرة جدا على شاب في الثلاثينات. ولكن بفعل عدم معرفة طبيعة المرأة، وأيضا عدم معرفة سيكولوجية المرأة والبرمجة القديمة، فهو ما كانش عارف القيمة ديالو. وهذا واضح في التعاليق ديال بعض المشجعات المغربيات اللي كيتهموا الطرف الآخر يعني ببعض الكلمات وكيوصفوها بعض الكلمات اللي هي نابية. وهذا راجع لكون أن حكيمي رجل ذو قيمة عالية، وأيضا تنافسية النساء على هذا النوع ديال الرجال. فحكيمي ما كانش غادي يكون عنده هذا الدفاع المستميت من عند النساء لو أنه كان رجل عادي، يعني رجل مجيء عالي القيمة. غالبا الرجل كتلقاه نايف في مرحلة العشرينات لأنه كينقصوه التجارب. لهذا كتلقى معظم الرجال اللي كيكونوا بيطا ورجال عاليين القيمة فهما رجال ما عندهمش ديزيكسبيريونس مع النساء أو مع الطرف الآخر. فكل ما زدتي في العمر زادوا الموارد ديالك، وأيضا زادت تجربتك مع الجنس الآخر. فبالتالي معظم الرجال اللي هما كيكونوا في الثلاثينات وعندهم واحد المستوى اللي هو عالي ديال الاس ام في، فكتلقى في هذا النوع انهم الفا ولكن رجل ذو قيمه عاليه. ايضا ماشي كلهم كيكونوا الفا، ولكن بفضل التقدم في السن وهذه الصيرورة عادية للإنسان على أنه كيكتسب يعني ديزيكسبيريونس اللي هما جداد. فأخونا حكيمي حيت ما كانش عارف القيمة السوقية ديالو فهو مشى وشرى واحد السيارة اللي هي قديمة جدا وخلص عليها بثمن سيارة اللي هي جديدة. يعني خلى بزاف ديال يعني الشابات في العشرينات او في الطب ديال الاس ام في ديالهم، ومشى لوحده اللي هي من بعد ما وراء الحائط، اللي كنعرفوا ايضا ان 90% ديال البويضات ديالها كتمشي، وايضا الجمال ديالها كينقص.
بفعل تراجع الكولاجين يعني في الجسد ديالها اون جينيرال. كاين اللي غادي يسول غايقول لك رضا قبل منا راه كان هو يعني عنده صور مع شابة أو شابات اللي كان داخل معاهم في علاقة، علاش اختار وحدة اللي هي كبر منه؟ أجي صديقي دير معايا بعض النظارات الريد بيلية وغادي نشرح لك الأمر. أول حاجة زوجة أشرف حكيمي، كيف بينوها الإعلام، فهي أيضا كانوا عندها ديزيكسبيريونس في الماضي قبل منه هو، أي أنها دوزات علاقات متعددة. ما تنساش فهي في الثلاثينات، يعني دوزات المرحلة العهرية الأولى. وكيف تنعرفوا على أنها المرأة قد ما تزادت في العمر قد ما كتدخل في علاقات متعددة قد ما كيصعب عليك على أن هذيك المرأة تكون مطيعة ليك بسبب العلاقات المتعددة اللي المرأة كتدخل فيها. فحاشاك إلا جبتي واحد الكلب اللي هو كبير، راه فما يمكنش ليك أنك تدريسيه وتعلمه يدير بعض الألعاب لأنه كبير. لهذا فالدريساج كيبدا من واحد السن اللي هي صغيرة، وهذا الشيء ما كيمشيش على الكلاب، هذا الشيء كيمشي على الحيوانات كلها. كلا يقول لك زيد شرح لنا أكثر كيفاش تطيحاته في الشبكة. سهلة صديقي، أن هذا النوع هذا لحقاش عنده واحد التعامل مع الرجال، دخلات معهم في علاقات متعددة، فهي خدات دي زيكسبيريونس اللي غادي تستعملهم ضد أخونا أشرف حكيمي اللي ما عندوش الإكسبيريونس. وكيف عرفنا من دروس يعني سابقة على أن أسلوب المرآة للمرأة كتشكل راسها كومبليتمون على دوك الأشياء اللي انت بغيتي، وزائد أسلوب ديال قنبلة الحب، فهاد جوج ديال الأسلحة فهي فتاكة في جعبة أي امرأة. فالمرأة معروفة على أنها ملي كتحط عينيها على شي واحد فهي دائما كتخدم بديك القوة الناعمة، يعني القوة الغير صدامية. فهي كتقرب كاع دوك لي بوان دانتيري اللي كتجمعكم بجوج، كتقربهم وكتلغي كومبليتمون هذيك الشخصية ديالها. فانت كتعود كتفكر كتقول بانك راك يعني متفق معها وانكم غادي تكون واحد الكابل اللي هو سعيد في المستقبل. وايضا كنت هضرت على داك النوع الثاني اللي هو كيستعمل داك الفيمينين تشارم ولا الطاقة الأنثوية ضدك. وقلت في حلقات ماضية على أن هذا النوع الأخطر بين النساء فهو كيقدر يرد واحد اللي هو red pill يعني female nature aware أو فاهم طبيعة المرأة، كيقدر يردو إلى purple pill. وهذا النوع هذا كيكون شابع تجارب يعني سابقة مع الرجال. فملي كطيح في شي همزة يعني رجل ذو قيمة عالية فهي دائما كتستعمل هاد الأسلحة في الترسانة ديالها. فبالتالي الرجل كيدخل في واحد التعلق مرضي اللي كدير عليه هاد الحروب السيكولوجية كيف شفنا. كاين اللي غيجي يقول لك علاش هي ناضت وولدت معاه ملي هو ما معمرش ليها العين. صديقي كلامك صحيح لأنك إنسان منطقي وكتفكر بالمنطق، ولكن أجي نعرفك على الدهاء الأنثوي. فملي كتشوف المرأة رجل ذو قيمة عالية فهي أوتوماتيكمون وبدون ما كتشعر أنها كتنجذب لهذاك الراجل لأنه كيوفر الموارد. وكيف تنعرفوا في المرأة فهي هارد وايرد بأنها تولد في المستقبل، وأيضا خاصة تكون مع راجل اللي يوفر لها الحماية ماشي على المادية وأيضا الجسدية. فبالتالي هذوك الأطفال اللي ولدت معاه فهو واحد الدخل مادي اللي غادي تبقى كتاخدو من بعد الطلاق ديالهم بجوج. وشفنا بزاف ديال الممثلين هنا والسينمائيين في أمريكا على أن هذاك تشايلد سبورت أو النفقة على الأولاد فهي كتحط على واحد البورسونتاج ديال الصالير ديالك. وشفنا هنا ممثلين كيخلصوا ملايين ديال الدولارات شهريا على الأطفال ديالهم. فبالتالي أشرف حكيمي أيضا فهو لاعب وأيضا هو رجل ذو قيمة عالية، فالقضاء غادي يحط ليه واحد البورسونتاج على أنه يبدأ كيخلص
على الاولاد ديالو، واكيد هذاك البورسونتاج ما غاديش يكونوا اموال اللي هي زهيده. فالمراه هنايا ضربات عصفورين بحجر، فهي حققت الامومه وايضا حققت واحد الدخل اللي هو شهري حتى هذوك الاولاد يديروا 18 عام. وشفناها ما إن ظهرت هذوك الشائعات حتى أدت إلى طلاق اللاعب المشهور أشرف حكيمي. وهنا علنات لينا على ذاك الجانب النسوي من الشخصية ديالها. ولاش غادي نتعجبوا، فهذا النوع هذا نوعا ما هو اللي كيرجع كول انتي من بعد. فهي ملي يعني ما بقاتش مع أشرف حكيمي، فهي دخلت في علاقات وتلاحوا بعض التصاور ديالها. كيف تنقول لكم انا دائما، فالمراه هي دائما كتوجد لهذيك لا سورتي ديالها، فهي استراتيجيه في التعامل معك، هي عكس الرجل الغير استراتيجي في التعامل مع المراه. فحيت عندها ذاك الماضي المليء بالتجارب وكاينين فيديوهات وصور على هذاك الشيء، هي ما عمرها قدرت على انها ترتبط به عاطفيا، وكانت باغا منه الاولاد والمردود المالي. والسؤال هنا اللي غادي يبقى معلق، واش اشرف حكيمي كيعرف الريد بيل؟ غادي نجاوبك بانه لا. كون كيعرف الريد بيل غادي يعرف ان القيمه السوقيه ديالو اعلى اكثريه، وهو واحد اللاعب اللي هو مشهور. ما غاديش يمشي عند وحده اللي هي في الديكلاين اللي ما بعد الحائط وغادي يمشي يتزوج بها. كاين اللي غادي يقول لك وكيفاش غادي تفسر على انه كتب الممتلكات ديالو للام ديالو؟ غادي نقول لك صديقي على ان المراه هي اللي كتعرف المراه، فهاد الفكره غالبا جات من عند الام ديالو. ايضا الميدان اللي هو فيه، فكاين بزاف ديال اللاعبين اخرين اللي هما اتهموا بنفس هاد القضيه اللي اتهم بها اشرف حكيمي من قبل. فالامر ما كانش يعني غريب عليه. وعلى ذكر كتب الممتلكات الى الاهل لتفادي اي حاجه كتجي قانونيه، فهاد الحاجه ايضا دارتها المغنيه باطمه مع الزوج ديالها السابق. فهي كانت كتبات كل شيء في الاسم ديال الام ديالها، وزوجها السابق ما خدا حتى شي حاجه. الام ديال حكيمي بمعرفتها ايضا لطبيعه المراه لحقاش حتى هي مراه، فهي غالبا غادي تكون هي اللي فتات عليه هذا الراي. راجع هذيك الحلقه ديال علاش الام ديالك ما قالتش ليك على طبيعه المراه، راه كاينه في القناه. وكنا ايضا شفنا حتى في المونديال النفور اللي كان من زوجة اشرف حكيمي للام ديالو. فهاد الخطه اللي دار لها فهي كانت خطه حكيمه من عند اللاعب حكيمي. فكونك اليوم رجل ذو قيمه عاليه، فانت كتكون فريسه لبعض النساء في المجتمع. ولا راجعتي ذاك الفيديو ديال مراحل الزواج الاربع، أنا كنت ذكرت بأن القناع كيسقط دائما من بعد أن المرأة كتخليك تستثمر بالأولاد وأيضا تشري لها الدار والطوموبيل. فمن بعد داكشي فكتلقى بأن الاحترام ما بقاتش كتحترمو ليك، وحتى الهضرة ما بقاتش كتسمع ليك، وما بقاتش أصلا كدير بالرأي ديالك. لحقاش كيف كنقولوا هنايا، فهي كتعرف راسها في موقع قوة، ولا درتي هكا ولا هكا هي عندها العقاب في يديها. ملي كنقول العقاب يعني الجفرمنت ولا الحكومه، يعني اشنو غيجبرها تحترمك من بعد. وكيف شفنا من زوجة اشرف حكيمي على انك لخديتي اليوم وحده اللي عندها ماضي جنسي، فهو غالبا غادي ياثر لك على العلاقه ديالك معها، وغالبا غادي تطلقك وغادي تقول لك مع السلامه من بعد الاولاد. وشفنا ايضا حكيمي على انه دخل في صداقات جديده، وهذا صراحه يفرح. بحال دابا حنا اليوم خاصنا ناخذوها كرجال على انك ملي تحقق غريزه ديال الابوه تنتايا، فمن بعد الا مشات حتى هذيك اللي كانت معك في علاقه قالت لك مع السلامه، فمن بعد انت لاش غادي تعاود تاني تزوج من بعد؟ فانت ديجا عندك اولاد. فاليوم الا بغيتي تحمي راسك في هذا المجتمع ديال مركزيه الانثى، فلازم تغلب على
الدهاء ديال المرأة بالذكاء ديالك. فبالتالي ما عمرك تدخل لواحد المشروع أنت الخاسر الوحيد فيه. وخرجنا بخلاصة من هذا الدرس على أنه الرجل ذو القيمة العالية، وأعني هنا البيتا، فهو كيكون انعكاس على أن الشخصية ديالو نايف وما دخلش في تجارب مع النساء باش يعرف طبيعة المرأة. ما بقاتش على أنك صافي غير ناجح مهنيا، خاصك أيضا يكون عندك بعض الذكاء العاطفي، أهم حاجة. فبالتالي اليوم إلا مشيتي خدمتي على راسك وطلعتي من القيمة ديالك، فاعرف بأن النساء هما اللي خاص يلاحقوك، ماجي العكس. نعاودها ليك، خاص النساء هما اللي لاحقوك ماجي العكس. راه انت الجائزة، انت مول الاس ام في، انت اللي كتبدل لها الحياة ديالها. فالاحترام كيبدا منك. الا مشيتي حتى احترمتي راسك، فطبيعي الاخرين غادي يحترموك. الا مشيتي حتى طيحتي من راسك كيف دار الاخ حكيمي، فالاخرين حتى هما غادي يطيحوا منك. كنتمنى يكون درس تعلم منه الاخ حكيمي، وانه ما يعملش اغلاط في المستقبل. شكرا لكاع الاخوان اللي كيخليو تعاليق. ديروا لايك، سبسكرايب، ونهاركم سعيد.